الالتهاب الرئوي. عايزك اول ما تسمع من دكتور كلمة التهاب رئوي، بس يعني تبقى انت بتتكلم مع الدكتور كده مش بيسكتك، يعني مش بيقول لك الرئه ملتهبه شويه، الكلام ده بسيط. لكن حد يقول لك التهاب رئوي، التهاب رئوي دي حاله مستشفى، دي مش حاله لا عياده ولا حاله اوت بيشنت في مستشفى، دي حاله حجز في مستشفى. الالتهاب الرئوي دي حاجه خطيره، لان الاماكن الملتهبه بيبقى صعب يحصل فيها تبادل غازي، وبالتالي كأن انت مخنوق ما بتعرفش تاخد غاز كويس. فلازم الطبيب بقى بتاع العنايه، او طبيب العنايه اللي هيتعامل معاك، او طبيب الطوارئ، هو بيبقى ادرى واحد ازاي يتعامل مع الحاله دي. فبالتالي ما ينفعش، دي خلاص مش حاله عياده، دي حاله مستشفى. فدكتور الاطفال بيستدعوه هناك، وفي المستشفى بيعملوا لك اللازم. ودكتور الباطنه طبعا بالنسبه لكبار السن، خصوصا مع وجود متحور كورونا حاليا، خصوصا عند الناس اللي ما طعمتش. فبالتالي يا جماعه التهاب الرئوي دي حاله خطيره جدا، بتمنع ان احنا نتنفس كويس، بتمنع ان الجسم يستفيد من الاكسجين بتاعه، وبالتالي دي حاله مستشفى. طب ازاي نتقي هذا المرض او هذه الحاله؟ بان احنا نغسل ايدينا كويس، بان احنا نبعد عن اي حد عنده برد، بان احنا ناخد التطعيمات، سواء تطعيم الانفلونزا او تطعيم الكورونا. طبعا تطعيم الكورونا امن للي بعد 6 شهور، ولكن هنا في مصر ما بيدوش للكبار، فتمام الكبار ياخدوه عشان يمنعوا العدوى عن الصغيرين، وربنا يعافينا جميعا.